انزين دام احنا جبنا طاري عبد المجيد عبد الله وقلنا يحلمون، انت زعلانه عليه على عبد المجيد؟ اي جدا جدا. انا هم زعلانه لعده اعتبارات. يعني انت زعلتي على اغنيه علم قطر، ماشي، احنا كلنا زعلنا، في ناس مو مستوعبه احنا ليش زعلانين، لان هذا تصرف شخصي مو تصرف دول مع بعض. بالضبط. يعني انا واثقه ان هذا مو وجهه نظر، التصرف اللي صار في الاغنيه هذه مو تصرف حكومة. الدوله السعوديه. بالضبط. اوكي، يعني ولا اعتقد ان لو يعني قطر يعني ضعيفه لهالدرجه انها ما تقدر تسوي اغنيه ان ترد على هذا الشيء، بس هذا على قولتهم احنا زعلانين لان نبي الامور تهدى بالضبط ما تولع بالضبط. اكثر. شوفي للامانه لما انا اعلنت في الانستغرام او تويتر حيادي وايد زعلوا مني. احنا حالنا حال اميرنا وقذف يعني ولعن وطعن. ليش؟ انا لا وقفت مع السعوديه ولا وقفت مع قطر، انا وقفت موقف حياد بالنص، حالي نفس حال الكويت. موقف ديرتي. ايه وسمو الامير نفس سمو الشيء. الامير بابا الله يحفظه صباح. اي صباح الاحمد. فيعني ليش الزعل؟ تبون ننافقكم؟ الكل قال لي انه تخسرين جمهورك من الدوله الفلانيه، قلت لهم لا، انا بخسر الاشخاص اللي يحبون الفتن. انا بس بخسر الاشخاص اللي عقلهم ما هم براسهم، المشاعر طاغيه عليهم. ولا جمهوري صدقي هو الجمهور اللي عقله براسه، هو الجمهور اللي ما يرضى بالفتنه طبعا. واللي ما يرضى بتصرف احمق مثل اغنيه علم قطر. وانا اشوف عبد المجيد اصيل، ابو بكر كان محمد عبدو ماجد، وليد الشامي ما ادري شنو خاصه بالاغنيه، كفيله سعودي مبين شكله، راشد الماجد، منو بعد؟ يعني كلهم انا زعلت من مجيد. ليش؟ انا مجيد اموت عليه، احب اغانيه، بالسناب شات ما عندي اغنيه غير مجيد، اموت عليه كانسان وكفن. فلما انت يا مجيد تدخل نفسك بمشكله بين اخو واخوه ما يحق لك، لا انت ولا تركي على الشيخ طبعا. يعني فلما شفت الاغنيه استنكرتها. انا اشوف ان الفن رساله سلام، صح، الفن ملتقى الشعوب، الفن مو رساله فتنه. لا تدخلون الاعلاميين والفنانين الخليجيين قبل لا يكون سعودي هو فنان خليجي لجمهوره بكل مكان، لا تدخلون مشاكلكم السياسيه. في ناس ماكو ثقافه. بالضبط. انت اذا لم تكن معي فانت مع عدوي. بالضبط. فانت في قطريين ماخذين سعوديات، هل يعني يطلقونهم عشان يعني عشان هذه الازمه؟ بس اقول لك شيء، مي